واللي دورها المراقبة المبكرة للهجمات النووية والصواريخ الباليستية وكشف أي نشاط نووي كبير أو أي تحرك عدائي في أي مكان على الأرض. كمية الأقمار دي بتكشف لك إن التهديدات والمنافسة بين الدول دي كبرت. صحيح أمريكا لسه عندها أكبر عدد أقمار صناعية في المدارات الأرضية سواء تجارية أو حكومية أو عسكرية، لكن الخصوم بيطوروا أقمارهم بوتيرة أسرع ويطوروا طرق أكتر لتدمير الأنظمة دي. في 2007 الصين أظهرت لأول مرة إمكانية تدمير قمر صناعي بصاروخ. الروس عملوا نفس الحاجة في 2021 لما أطلقوا صاروخ مضاد للأقمار الصناعية دمروا بيه قمر صناعي خاص بيهم على بعد 25 ميل من محطة الفضاء الدولية. روسيا باستخدام الصاروخ ده أظهرت قوتها واستعدادها، وزي ما الهند عملت في 2019 لما اختبرت صاروخ مماثل زي ما حكيت لك في بداية الحلقة، الموضوع وصل للتفكير في صواريخ نووية فضائية تقدر تدمر عدد كبير من الأقمار العسكرية والمدنية في ضربة واحدة. وعشان كده في 2019 أعلن الرئيس الأمريكي وقتها دونالد